ازيك يا كابتن خالد؟ ازي صحتك؟ ازي حضرتك؟ كنت بتكلم المستشار مرتضى كتير ليه؟ قال كده على الهوا. انا كان عايز ابارك لك على التسريحه الجديده دي. كريستيانو رونالدو حلو صح؟ قوي. حلو قوي، خلي بالك. كريستيانو رونالدو. ايوه. حاج محمد، يا حبيبي. يعني خطوه جميله جدا. المستشار مرتضى كان معايا من شويه على التليفون وقال لي ان هو باذن الله يعني طبعا هيتوجه للنادي الاهلي، عشان مش هيبعت دعوه عن طريق البوسطه ولا عن طريق الوسيط، هيجي بنفسه مجلس اداره عشان يقدم الدعوه للنادي الاهلي، متمثله في رئيس المجلس الاداره المهندس محمود طاهر واعضاء مجلس الاداره طبعا من ضمنهم حضرتك. عشان هل فعلا في قبول للدعوه ولا لا؟ احنا طبعا احنا مش عايزين، طبعا احنا مش محتاجين لدعوه طبعا. دي النهارده احنا عندنا منتخب مصر وعندنا نادي الزمالك، الاثنين بيلعبوا باسم مصر. صح. لازم كل واحد مصري يقف ورا منتخب بلده، يقف ورا نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله، عشان احنا عايزين نتاهل لكاس العالم وعايزين بطوله افريقيه تبقى موجوده في مصر. ده مكسب لاي مصري يعني. وطبعا احنا نشكر طبعا دعوته الكريمه، بس احنا طبعا مش محتاجين لدعوه. احنا واجب علينا، واجب وطني، كلنا نكون موجودين ورا نادي الزمالك زي ما كنا احنا كلنا موجودين ورا منتخب بلدنا يا كابتن خالد. شعور طيب طبعا حاج محمد، لكن هل فعلا في موافقه؟ يعني من الممكن جدا ان احنا نلاقيكم ان شاء الله في النهائي؟ ان شاء الله باذن الله، كل واحد ظروفه هتسمح لازم يكون موجود ورا نادي الزمالك زي ما كلنا ان شاء الله نكون موجودين ورا منتخب مصر باذن الله ان شاء الله. وانا كمان عشان عندي اصحاب كتيره جدا زملكاويه عايزين يروحوا الماتش، فبكلمه عشان التذاكر. عشان كده النهارده كنت بتكلمه كتير وهو نايم. ايوه بقول لك عشان ايه، انا عامل حسابه عشان عارف هو عامل طبعا اجراءات كبيره جدا. عشان يعمل حساب الناس الزملكاويه برضه والناس اللي عايزه تحضر الماتش كلها يكونوا موجودين يعني. ان شاء الله. حاج محمد، خلاص مشكله الملعب انتهت؟ هل الملعب الرسمي بتاع النادي الاهلي هيكون استاد السلام؟ لا، لغايه دلوقتي لسه ما عندناش اي اختار باي حاجه يا كابتن خالد. يعني كل كلام بيتكتب على الموقع ده مش حقيقي. واحنا اختيارنا الاول والثاني والعاشر استاد القاهره طبعا. صحيح. ان شاء الله باذن الله قريب قوي الظروف هتسمح نرجع تاني لاستاد القاهره، لان زي ما كان كابتن سيد بيتكلم بيقول مفيش ملعب هيستحمل لعب عليه على طول زي ملعب مترو سبورت او ملعب او اي ملعب في الدنيا. مفيش حد هيستحمل الهلك بتاع الماتشات اللي ورا بعض ده. لكن البديل ممكن يكون استاد السلام؟ ما لغايه دلوقتي ما عندناش اي موافقات ان احنا ما نتحركش الا لما تجيلنا موافقه الامنيه الاول. لغايه دلوقتي لم نختار بحاجه. ما فيش وعود من مسؤولين مثلا ان شاء الله ممكن تلعبوا في استاد القاهره؟ ولا لان الحاج عامر حسين طلع على الهواء قال استاد القاهره مرفوض للاهلي وللزمالك؟ لا والله لا، مش مرفوضه برضه. احنا ان شاء الله باذن الله في كلام مع الساده المسؤولين وباذن الله ربنا يسهل ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. باذن الله. اشكرك الحاج محمد عبد